يا صباح الفل ويا صباح الجمال ويا صباح يوم الجمعة الرايق الهادي. انا عارفة ان احنا مش يوم الجمعة يعني، بس ده كان روتين يوم الجمعة، فاحنا بقول كده. عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بألف خير وبألف صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص هنغمض عينينا ونفتحها نلاقي نفسنا داخلين على رمضان، فايه بقى؟ بصوا مفيش وقت. قمت يوم الجمعة ده، بما ان انا كنت اليوم ده قايمة مستعجلة ومش هعمل اي حاجة في البيت، لان انا المفروض اخلص حاجات ورايا بسرعة جدا واخد بعضي واروح بيت مامتي، لان المية كانت هتقطع بعد الظهر بسبب اصلاحات. فقايمة بقى، بصوا قايمة بجري ورا نفسي. اول حاجة كده عملتها اني طلعت اخر قالب زبدة عندي من السنة اللي فاتت، من زبدة الطوبة بتاعت السنة اللي فاتت. كنت شايلاه، بصوا كنت مدكناه كده، عارفين اللي هو كده مدكنة كنز كده. كنت مدكناه كده شايلاه. فطلعته بقى اخر قالب، تمام. عشان الحمد لله يعني الحمد لله. طلبت، يعني طالبه زبده بتاعت السنه دي بقى. خلاص ده بقى، ما يعني خلاص كفايه، قعد سنه الحمد لله كتر خيره. فطلبت زبده السنه دي ان شاء الله. فقلت خلاص اطلع اخر واحد بقى. بصوا، مهما الواحد يعمل في اكل بتفضل برضو حتة السمنة البلدي اللي انت مسيحاها بايدك في البيت بيبقى ليها طعم تاني. انا كده كده اصلا مجمعة قشطة، مجمعة حوالي علبتين قشطة، عايزة اعملهم زبدة. بس انتوا عارفين ان القشطة يا جماعة عايزة كمية كبيرة عشان تطلع لك كمية زبدة حلوة. فانا عمالة اقول ايه، اصبري يا هند جمعي تاني. انا لو بشرب لبن كل يوم بجد هجمع كميه كبيره من من القشطه، لان انا اصلا لازم اشيلها من وش اللبن. بس انا مش بشرب لبن كل يوم ومش من هواة اللبن، يعني عارفين ده كده على مضض يعني. فلما اجمعها بقى واجمع مثلا املا اكمل العلبتين على الاخر، فباذن الله ايه هطلع بقى ايه نعمل الزبده مع بعض تبقى رهيبه. انا عملتها في البيت قبل كده، بصراحه بيبقى طعمها هايل يعني. المهم هنا جبت قالب الزبده حطيته على النار، واول ما يبدا يسيح حوطت النار واحط بس ربع معلقه صغيره من الملح وخلاص. يعني ايه لحد بقى ايه ما يسيح مع نفسه خالص. بصوا انا عايزه اوريكم اصلا شكله. هنا كانت ساحت وخلصت اصلا، هو كيلو فما خدش وقت، تمام. بصوا بقى، بتعرفي لما الجوانب عندك تغمقي سنه، تغمقي بسيط قوي اللي هي المرطه، ويبقى الوش زي ما انت شايفه كده ما فيهوش اي الرمل الابيض، كده معناها ان الزبده بتاعتك اتقدحت. لو الزبده مش مقدوحه كويس هتعفن معاكي لما تحطيها في البرطمان، وهتعمل ميه كده سرسوب ميه تحت، مش هيبقى حلو خالص وريحتها هتغير. دي حاجه. تاني حاجه، ما تعليش النار قوي وتسهي عنها، لان الزبده ملهاش روح وممكن تتحرق. فانا اول ما بلاقيها بدات ان هي تسيح بحط ربع معلقه صغيره من الملح، و بوطي النار وافضل متابعاها برضو. اول ما الاقيها كده الجوانب غمقت سنه، يعني المرته رقدت تحت واتغمقت كده، بقت لونها بني فاتح زي ما انتم شايفين، وخلاص مفيش اي رواسب فوق ولا ريم ابيض، كده بقفل عليها. بتبقى عايزه اقول لكم رهيبه. واصلا كيلو السمنه ده ما طلعش معايا مرته كتير، لان هو كيلو وما شاء الله السمنه دي حلوه. وعلى فكره السمنه دي فرز تاني، خض مكن مش خض يدوي. هي كاتبه كده على الصفحه، وانا بقالي سنين بتعامل معاها وسعرها معقول وطعمها حلو. فانا الحمد لله مرتاحه معاها. يا رب بقى السنه دي تبقى بجوده السنين اللي فاتت باذن الله. لو حد حابب انزل له اقول لكم على اسم البيج او انزل لكم اللينك بتاعها. والله العظيم هي ولا تعرف ان انا هتكلم عليها ولا تعرف اي حاجه، بس انا حبيت اقول لكم لان هي عندها حاجات كتير قوي. هي حتى معرفاكي خض المكن وعندها حاجات فرز اول، بس انا بصراحه بجيب دي ومرتاحه فيها يعني، وطعمها حلو بتبقى مرمله وجميله. بس هنا بقى ايه، بردت تمام، يعني بردت دفيت، بقت دافيه مش سخنه، لا دافيه. هحطها ببرطمانين، هاخد برطمان معايا وانا ماشيه بيت مامتي علشان نخليه هناك في التلاجة لو عملنا بيه حاجه، وبقيه الزبده هحطها في البرطمان الكبير ده. بصوا هي ما شاء الله الكيلو طلع لي، يعني مثلا ممكن نقول كيلو الا ربع سمنه حلو قوي، بجانب بقى الزبده مثلا الفرن او الكريستال برضو بتبقى عندي قالب بستخدمه، بجانب برضو النباتي احيانا بدخله في اكل كده خفيف. مع الزيت الدنيا بتمشي الصراحه. مش هقعد بقى اقول لكم انا حياتي كلها زبده وسمنه بلدي يا جماعه، انا اصلا ما اقدرش اتخيل حياتي من غير السمنه. لا لا عادي، انا بستخدم كل حاجه والدنيا بتمشي يعني. بس المهم
هنا بقى قلت اعمل الفطار، فوضت حته كده في المرته حلوه قوي، بس فوضت حته سمنه صغيره قوي كانت في المرته، يعني ما حطيتهاش كلها في البرطمان. قلت نعمل بقى بيها فطار، نعمل بقى طبق فول كده بالسمنه، ونعمل بيضتين مقليين بقى كده. بصوا، ندلع نفسنا، يعني ندلع، مسيحين يا جماعه سمنه، يبقى احنا لازم نستفيد باكبر قدر ممكن من كل حاجه. حطيت حته تومه صغيره قوي، شوحتها كده اديتها لون فاتح، ونزلت عليها بفلفلايه، ولما ياخدوا بس تحميره حلوه كده هنزل عليهم بالفول، كانك بالظبط كده بتعملي طشه. الفول بالسمنه ده يا جماعه بيبقى رهيب. واصلا احنا عندنا هنا في منطقتنا في المعز في محل معروف يعني، بيعمل الكلام ده كله، بيعمل طبق الفول بالسمنه كده، بيبقى بالثومه بقى بالفلفل، عايزه اقول لكم ريحته بتبقى جايبه لاخر الشارع. فانا بعمله في البيت، بس لما بيبقى عندي حته سمنه حلوه الصراحه بتودي الطبق ده في حتة تانية خالص. طبعا بقى عملنا هنا بيضتين عيون، وزوجوجي وهو طالع من الصاله جاب طعميه سخنه وعيش طازه، وعملت طبق جبنه قريش. لا دلعتهم بصراحه، دلعتهم حاجه يعني اخر جمال وحلاوه. انا عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه بجد بقى، نخرج بره الموضوع شويه، كلمتين كده عايزه اقولهم. مين فينا بيفكر بقلبه بس، ومين فينا بيفكر بعقله، ومين فينا بيدخل الاتنين مع بعض؟ يعني انا بحب قوي في المواقف اللي فيها حاجات مصيرية بلغي قلبي خالص بقى، والعواطف والمشاعر والكلام ده كله بفكر بعقلي. لدرجة انك انت ممكن مثلا تقولي لي هو انت ما عندكيش قلب، هقول لك لا عندي قلب، بس في حاجات لو حكمت فيها قلبي ممكن اضيع. يعني القلب لا هياكلني ولا هيشربني، يعني العواطف مطلوبة ولين القلب مطلوب، بس لين القلب مطلوب في حاجات معينة، وفي حاجات لازم اعقلها واتوكل، يعني مش كل حاجة القلب. لان في حاجات اصلا فعلا لما بتحكمي فيها عواطفك وبتمشي فيها كده بالحب، يعني زي ما بيقولوا بتضيعي، وفي الاخر الحب ده لا بياكل ولا بيشرب. انا بتكلم في مواقف عامة، مش حاجات خاصة بالحب بالتحديد. انا بتكلم على ان المشاعر هي اللي تمشيني بصفه عامه، مش في يعني مش في محور حاجات حوار معين، فاهمين قصدي ايه؟ عشان بس ما يبقاش الموضوع رايح ايه لحاجه تانية. يعني دايما بحب احكم قلبي وعقلي، وفي حاجات كتير قوي بحكم فيها قلبي عقلي، ومهما حصل بقول لقلبي ده اسكت، انا مش بص انا مش عايزه اسمع لك كلمه. ف... فدايما بحس ان ده افضل. بص هو اللي عايزه ربنا هيكون، بس دايما ان احنا نعقلها ونتوكل دي مهمه، مهمه بصراحه. بنوريكم الاوتفيت واحنا نازلين، عماله اقول لها قولي جد، تقول لي يس، تقول لي يس، تقول لي جد، هي ماشيه معايا بالعكس. ركبنا العربيه بقى وهنتكل على الله، تمام، لان انا كان معايا شنطه سفر محتاجه ان انا اطلعها البيت هناك، عشان انا عندي هنا مفيش مكان، ويسر كانت بتيجي جنبها فكانت بتوقعها الصراحه. والحمد لله طلعنا طبعا البيت خلاص الحمد لله بقى. وكنت جايبه معايا مقرمشات قلت نتسلى فيها، لان انا اصلا ما كانش عندي حاجه في البيت هنا، فاليوم طويل، فقلت بقى نجيب شويه مقرمشات واعمل قهوه والكلام ده كله واظبط دماغي وبس كده. وقولوا لي ايه رايكم في الموضوع اللي انا اتكلمت فيه اللي هو المختصر المفيد، مين فينا بيحكم عقله ومين فينا بيحكم قلبه بجد؟ عشان انا احيانا بحس ان انا لما بتكلم مع حد في موضوع يقول لي على فكره هند انت ما عندكيش قلب، لا عندي والله العظيم وبحس وكل حاجه، بس في حاجات كده ما ينفعش يا جماعه ان انا احكم فيها عقلي بس او قلبي بس، لازم الخليط ما بين الاتنين. يعني بحس ان الاتنين بس لو حد فيهم اجتمع على حاجه المركب هتغرق. بس كده. هنا كنت بدوق معاكم بقى، عايزه اقول لكم المقرمشات دي رهيبه، وطبعا كوبايه قهوه محترمه في كوبايه مامتي الله يرحمها، كانت الكوبايه المفضله بالنسبه لها، ربنا يا رب يرحمها ويرحم ابويا ويرحم امواتنا جميعا يا رب، قولوا امين. وبس كده الفلوج بتاعنا خلص، اشوفكم في فيديوهات كتير قوي، باي باي.